كان ممكن يرحل، يعني ايه، يتغاضى عنه، يعني كان سهل جدا. لكن هو اداله انذار، فانذار فكارت احمر على طول. فالاسماعيلي اتأثر يا جماعة بالطرد، ودي حاجة يعني بصراحة زعلتني أنا. يعني أنا كان نفسي الإسماعيلي كان يعمل نتيجة حلوة قصاد بيراميدز. وبيراميدز أساسا كان نازل، ما كانش نازل، مش هو بيراميدز اللي احنا المعروف، كان نازل مجهد من أفريقيا، ونازل يعني زي ما تقول كده مثلا إيه، واثق من نفسه أول هو هيفوز على الإسماعيلي. بس لولا حالة الطرد كانت النتيجة اتغيرت، وبيراميدز قدر يرجع بخبرته وخبرة لاعبيه ان هو يرجع للماتش تاني ويفوز على الاسماعيلي، ويتقدم في جدول الترتيب في الدوري بعد تعثر النادي الاهلي. النادي الاهلي يا جماعة لعب ماتش قوي قصاد سموحة في استاد المقاولين العرب. يقال ان الاستاد المقاولين العرب هو اللي اثر على اداء لاعيبه النادي الاهلي، وهو اللي اثر وهو سبب التعادل. لكن ما فيش حاجه اسمها اللاعب يتاثر بالملعب يا جماعه. اللاعب يلعب في اي مكان، يلعب في اي حته. ما فيش حاجه اسمها الملعب دوت وحش، او ملعب استاد السلام مش متفائل بيه، او ملعب المقاولين ارضيته وحشه. لا، انت دلوقتي معرض ان انت تلعب في افريقيا، في اسوأ ملاعب في افريقيا. فالمفروض انت تلعب يعني بكل قوه وحماس في اي ماتش. فدي تعتبر حجه، يعني دي حجه باينه خالص. يعني يقول لك الملعب اثر على اداء لعيبه النادي الاهلي. لا، الملعب ما اثرش. الاهلي لعب بكل قوته وكان عايز يفوز، وكان عنده غيابات اي نعم، بس الاهلي هو الاهلي. مفيش حاجه اسمها ما هو الملعب ده عليا وعليك. يعني لعيبه سموحه بيلعبوا اساسا في برج العرب او استاد اسكندريه، كل هم يلعبوا في المقاولين، ما هو عليا وعليك، مش على مثلا الاهلي فقط. لا، وبعدين الاهلي بيلعب في افريقيا في ملعب اسوأ من ملعب المقاولين. يعني انت ازاي تقول ملعب المقاولين مش حلو وما ساعدنيش في الفوز، وانت بتلعب في افريقيا في ملاعب اسوأ من كده؟ انت لعبت حوريه كوناكري السنه